أو عند شافير في فنزويلا أو عند غيره. ولذلك نحن الآن هم كما أشار إليه أخ من السعودية يجب أن ينضم هو إلى المجموع إلى 96، وأنا لا أقصد الاستفتاء أيضا، أن ينضم إلى هؤلاء الذين يحملون بجدارة تاريخ أمتهم. وأنا لا أقصد الرؤية الأصولية لي، وإنما تاريخ هذه الأمة بما فيها من توجهات ومدارس مختلفة عقائدية مذهبية مسلكية من أساليب الحكم، مما نحملها جميعا كأمة حضارية، وأنا أقصد به جغرافيا ولا أقصد به رؤيتي الأصولية الخاصة بي أو بمدرستي. طيب هذا الذي أنا أقصده. ولما أيضا ننظر إلى تعريف المقابل إدارة بوش وزمرته والحرب الصليبية التي هو يعلنها، ننطلق منها من رؤية دينية شاملة لأننا نفهم مفرداتها. لما هو يقول النسر النبيل، يوسف القرضاوي فهمها قبل أن يفهمها السيد صلاح عيسى، هو لأننا نحن عذبنا وعانينا من الحروب الصليبية القديمة. فأنا لما وجدت محاصرة العرب المسلمين في مزار شريف تذكرت محاصرة عكا وإعدام 2700 شخص وهم مكبلون بالسلاسل، رغم أن صلاح الدين الأيوبي وافق على أن يرجع لهم صليب الصلبود وأسراهم وما يريدون، ولكن مع ذلك فتكوا بالأسرى المساكين. ولذلك نحن لما ننطلق الآن نعاني ونشعر بما يعاني به إخواننا في غوانتنامو فك الله أسرهم، أو عمر عبد الرحمن فك الله أسره، أو غيرهم من المعذبين المسلمين، نحن نشعر به لأن حسنا مرهف تجاه هذه المفاهيم، ونفهم مصطلحات مقابلنا بسرعة ليس كما يفهمه اليسار الذي ينطلق من أرضية ماركسية، سواء في فهمه للغيب والمشهود أو الرؤية الأيديولوجية الفلسفية أو الأيديولوجية الحركية أو تصنيف الناس أو غيرها. ولذلك أنا أيضا أقول للسيد صلاح ومن معه ومن على شاكلته، نحن لما ننطلق لا ننطلق من رؤيتنا الأصولية الخاصة بنا، وإنما ننطلق من تاريخنا كمجموعة حضارية. أنا أختلف معه في الرؤية داخل المنظومة الحضارية الشرقية، ولكن أتفق مع السيد صلاح معا لأن هناك قواسم مشتركة في مواجهة هذه الحملة الشرسة التي تشن علينا، وهذه ليس مثل السابقة القديمة. الصليبية القديمة كانوا يشجعون الإسماعيلية والحشاشون ليغتالوا عماد الدين زنكي، أو يغتالوا حاكم بغداد المسترشد بالله، أو يدخلوا ويتفقوا مع هذا وذاك. هم الآن متفقون مع كل حكام بلاد المسلمين بدون استثناء. ألم يرتشوا هذا الحاكم في باكستان وذاك في المغرب وذاك في البلاد هذه؟ وهؤلاء الذين هم قابعون في سجون الحكام في بلاد المسلمين من هم من أي اتجاه؟ ولماذا يعذبون؟ أليس يعذبون لاسترداد الكرامة، كرامة الأمة ككل، وليس كرامتنا نحن وحدنا؟ طيب